السلام عليكم. ليلى كراوتي، membre du bureau de l'espace médiation. اليوم كانت عندنا قراءة في الكتاب ديال النساء في كوفيد. هاد المبادرة هذه جات من عند الأستاذ السيزي اللي شاركوا فيها واحد المجموعة من الطلبة باحثين في سواء في الماستر ولا في الدكتوراه. هاد التجربة هذه في الحقيقة كانت تجربة هي صعبة لأنها كانت أول تجربة ديالنا، ولا خاصة حنا كنا في الجائحة ديال كوفيد. بالنسبة أنا المداخلة ديالي كانت مع دولة إفريقية اللي هي الكاميرون، مع إحدى بولين، مع إحدى المناضلات وفي الميدان الجمعوي. وكانت تجربتي معها من خلال لي زانترفيو اللي كان كيديرهم معها السيسي. يعني تجربة لأول مرة أن في الحقيقة تصدمت في مقالته، لأن عندهم ديك المجتمع هو مجتمع يعني باترياركال، مازال الرجل هو السائد، يعني الفكر مازال فكر ذكوري، بحيث نعطيك مثال على ذلك. بحيث أن المرأة ما عندهاش الحق في أنها تمتلك، ما عندهاش الحق باش تكون عندها أرض، ما عندهاش الحق باش تمشي دير سلف، يعني قرض بنكي. وهذه الأمور أنا جيت لقيتها بأنها في الحقيقة هو حيف على المرأة. ولقيت بأن المغرب، احنا الحمد لله لقيت بأن المغرب خطى خطوات كثيرة، وكنشوف بأن هذه القضية أو دولة الكاميرون خصنا مازال، يعني كانت أنا بالنسبة لي بحال واحد فكرة عطاتنا اللي مازال نزيدو نبحثو ونشوفو احنا كافريقيات، مازال نجيو نشوفو نطلعو على هاد الدول هادو ونشوفوهم، يعني كما كنقولوا حنا لي سوفرونس ديالهم. وسورتو ان كانت كوفي كانت واحد لا سوفرونس، واحد لا ديتريس ديال هاد النساء في